امبارح بقى سمعت اغرب حاجه في تاريخ المظلوميه الزملكاويه، ان السبب واحد الحكم من كابتن جمال عبد الحميد، اتنين الفار، ثلاثه المعلق. فالمعلق هو يقصد بلال علام. المعلق يعني بصوته، يعني هم مركبين ايربيس ولا انا مش عارف، انا مع اللعيبه ولا يعني هيوصل. بس انا عايز نعرف هو مقتنع بكده ازاي؟ دي يا عبد الله وصلوا لمرحله من اللاوعي اللي بيقولوا تفاهات. دي حقيقه، دي تندرج تحت التفاهه. وهنا كلمه تفاهه يا عبد الله دي كلمه منمقه، لان انا راجل زي كابتن جمال عبد الحميد، كابتن من كباتن نادي الزمالك وكابتن من كباتن منتخب مصر ولعب في الاهلي ولعب في الزمالك، ان يكون بهذه العقليه عليه ان يحاسب نفسه. انا مش عارف هيحاسب نفسه ازاي. هو قال لك انا ما بفهمش، فانا مش عارف انا هتعامل معاه ازاي. فربنا يعني يتولاهم، لان هم وصلوا لمرحله صعبه. الاهلي فعلا عامل حاله، انا لو منهم لازم اتاثر، لان يعني 100 سنه يا عبد الله انا بكسبك 100 سنه، انا كل الارقام. فلازم اوصل لمرحله اللي وصل لها كابتن جمال، اللي بيقول لك المعلق هو السبب. فكابتن جمال هو المعلق اللي خسركم. طيب زيد،